وهنا نقطة لا بد من أن ننبه عليها، وهي في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن. اعلموا أن القاعدة المتقررة في التفسير أن كل زينة فإن ما يراد بها الزينة المنفصلة لا الزينة المتصلة. الزينة في القرآن يراد بها الزينة المنفصلة لا الزينة المتصلة، بمعنى لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يديها، لأن اليد زينة متصلة، ولا يدخل فيها قدماها لأن القدم وزينتها زينة متصلة، ولا يدخل فيها وجهها لأن الوجه من الزينة المتصلة. فالقرآن لا يطلق الزينة ويقصد بها الزينة المتصلة باستقراء الآيات التي وردت فيها الزينة في القرآن. فجميع ما ورد في ألفاظ الزينة: زينتهن، زينتكم، زينة، فلا يريد بها الله الزينة المتصلة بنا، وإنما يريد بها الزينة المنفصلة. فإذا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن لا ينبغي أن يفسر بالكفين، لأن الكفين زينة متصلة، ولا ينبغي أن يفسر بالوجه لأن الوجه زينة متصلة، وإنما يفسر بالأشياء التي تضعها المرأة زيادة على زينتها المتصلة، كقرط أذنها وحلي أنفها ويدها وخلخالها. ولذلك الله عز وجل قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من إيش؟ من زينتهن. ما المقصود بالزينة؟ الخلخال، لأن زينة منفصلة، ولا يقصد الله عز وجل زينة الرجل، لا، الرجل من الزينة المتصلة. فإذا من فسر بقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفين، هذا فيه نظر، وإن كان ينسب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المتقرر بإجماع العلماء أن قول الصحابي ليس بحجة إذا عارضه صحابي آخر. وقد خولف ابن عباس في هذا التفسير، وقد خالفه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقول ابن مسعود في هذا التفسير أصح وألصق بلغة العرب. التنبيه الثاني أن الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولم يقل إلا ما أظهرن، وإنما قال إلا ما ظهر، ولم ينسب هذا الإظهار لهن، وإنما أطلقه. فإذا كانت المرأة تلبس حجابها ثم تظهر عمدا وجهها فقد أظهرت زينتها المتصلة، وإذا أظهرت يدها فقد أظهرت، فوجهها لم يظهر ولكن هي من أظهرته، ويدها لم تظهر ولكن هي من أظهرتها. والله يقول إلا ما ظهر. فإذا كانت الزينة هي الزينة المنفصلة والله يقول إلا ما ظهر، فدل ذلك على أن المقصود إنما هو زينة الثياب أو زينة الحلي إذا ظهرت من غير إيش؟ من غير قصد منها. فهاتان النقطتان لا بد من التنبيه عنهما. وهناك نقطة ثالثة، وهي أن العلماء مجمعون على أن الأفضل للمرأة والأصون والأستر لها أن تغطي وجهها. وإني لأعجب ممن يتكلم في مسألة كشف الوجه. لما لا يذكر هذا الإجماع؟ لما لا يذكر هذا الإجماع؟ فهم يتكلمون عن حجاب المرأة وكأنه شيء غريب على الدين، وكأنه بدعة، وكأنه أمر محدث في دين الله، وكأنه أمر دخيل، وكأنه أمر مستقذر أو مستبعد، مع أن العلماء مجمعون على نقطتين في هذه المسألة. الإجماع الأول الذين قالوا بالكشف وغير الكشف مجمعون على أن الأفضل والأصون والأحسن والأكمل للمرأة أن تبقى ساترة وجهها، حتى وإن كنا نقول بجوازه. يعني حتى القائلين بجوازه يقولون الأفضل أن تبقى مستورة. الذين يناقشون هذه النقطة في وسائل الإعلام لما لا يذكرون هذا الإجماع؟ لما لا يذكرون هذا الإجماع؟ لأنه نقاش وراءه ما وراءه من الشهوات ومن تحقيق بعض الأجندة التي يريدها من وراءهم. النقطة الثانية، أجمع العلماء سواء الذين قالوا بالكشف أو بالستر، أجمعوا على أنه متى ما وضعت المرأة شيئا على وجهها من الزينة المنفصلة، زينة المكياج، أحمر الشفاه، فإنه لا يجوز لها مطلقا أن تكشف وجهها. فالذين قالوا بجواز الكشف ضبطوا هذا الجواز بهذين الإجماعين. لما لا يذكر في بحث هذه المسألة من الأطراف هذه الإجماعات؟ لما لا يقولون نحن نناقش في كشف الوجه والقول الصحيح عندنا جوازه، لكن العلماء مجمعون على أمرين:
لما لا يذكرون هذين الإجماعين؟ لما تجرأ بعضهم وقال بأن حجاب المرأة ليس بجائز أصلا، بل هو محرم وبدعة، وجاء بقول لم يقل به إبليس نفسه لم يقل بهذا القول. لا نعلم عالما من علماء المسلمين قال بأن حجابها أمر محدث ودخيل في الإسلام. فلذلك وصيتي يا أمة محمد انتبهوا لحجاب المرأة، لا تتساهلوا فيه. يا أمة محمد اتقوا الله في النساء. يا أيها المفتون اتقوا الله في النساء. لا يترخص أحدكم في فتيا عن طيب نفس منه، فإن المتلقي ربما يحملها على غير ما حاملها. والخطأ ليس من المفتي، لا، الخطأ ممن يستمع. فإذا اعملوا دائما بسد الذرائع، لأن من يستمع لا يستمع لإرادة الحق غالبا، ولا نتهم الجميع، أو لا يستمع لمعرفة حكم الله عز وجل في المسألة، وإنما يستمع بحثا عن ماذا؟ عن الرخصة. فمن